أحب الحديث عن أحد الشباب اليمنيين اللي كان لهم حضور جميل ولهم بصمة في كأس العالم في قطر 2022، وهو الشاب ملاطة، أحد الشباب اليمنيين البسيطين المبدعين في مجال الإيقاعات الشعبية اللي هو البرع. هذا الشاب كان له بصمة في هذا المونديال وكان له حضور جميل، وأيضا رسم الابتسامة على وجوه الكثير من الجماهير. الشاب ملاطف وأحد الشباب اليمنيين، روح مرحة ولا يعرفه عن قرب يجده يعني شاب بسيط مبتسم دائما، لا يحمل الحقد على أحد، يقوم بهذه الموهبة للإيقاعات الشعبية، لا بيضر أحد ولا يعتدي على أحد ولم يظلم أحد ولا بيأخذ مال أحد، بل العكس يرسم الابتسامة على وجوه الناس في وقت غيره يرسم القهر والحزن والألم على وجوه الناس. في الأسبوع الماضي تفاجأت أنا وغيري عندما شاهدنا له مقطع طلع يعتذر ويقول للناس أنا ليس لقبي الحميدي وإنما ملاطف حميدي. حيات لآل بيت الحميدي، واعتذار بسيط بسبب أنه اسم ملاطف حميدي القمني من حراس وليس الحميدي. حياتي له. نشر هذا المقطع أنه يعتذر أن اسمه مش الحميدي وإنما حميدي، يعني حذف الألف واللام. سألنا عن الموضوع، إيش القصة وإيش الحكاية وإيش اللي حاصل. قالوا في شخص أو ربما أشخاص 12 من قبيلة كبيرة وقبيلة معروفة بيت الحميدي وقبيلة فاضلة، يمكن ضغطوا عليها هؤلاء الأشخاص أو هددوا أو ما نعرفش إيش القصة بالضبط، وطلبوا منه أنه يعتذر ولا ينسبش نفسه إليهم بحجة أنه والله المهنة اللي بيشتغل فيها تسيء لهم، يعني تسيء لهم هذه المهنة. بالله عليكم أيش الإساءة في مهنة مثل هذه؟ يعني هل بينهب حق أحد؟ هل بيسرق حق أحد؟ هل بيعتدي على أحد أو بيطلب منك تشقى عليه والله تصرف عليه؟ الإساءة لا تأتي من هؤلاء، الإساءة من اللي بيسرقوا وينهبوا واللصوص والذي بيتبلطجوا على الناس بالسلاح واللي بينهبوا أموال الناس واللي بيأخذوا جبايات وفلوس واللي بيكتاتوا من قوت الناس والذي بيلاحقوا الناس في الشوارع والمحلات ويتبلطجوا عليهم. هؤلاء الذي إساءة وهؤلاء الذي لا يتشرف بهم أحد. أما مثل هذا أيش الإساءة؟ أين الإساءة في مهنة زي هذا؟ إيش المفاهيم اللي ما زالت عند البعض معكوسة؟ من قال لكم إن المهن إساءة للناس أو لأصحابها؟ مهنة شريفة بداكل بعرق جبينك أيا كانت هذا المهنة ما فيهاش أي إساءة. للأسف ما زال بعض الناس منظورهم يقول لك لا إحنا قبيلي مدري إيش، لا ما نشتغل، ممكن يجلس أنا بدور الرياء بس لا ما نشتغلش. مثلا يقول لك جزار ولا حلاق، وين الإساءة في هذا؟ الجزار في مصر مثلا هذا المعلم اللي ما تقدرش تناسبه ولا توصل له عنده، بياكل لحمه يوميا وانت اللي يمكن ما بتحصلش حق زبادي. والحلاق الذي بتسخر منه هذا فن ايضا، مهنه فن، هذا الذي بيصلحك ويشطبك ويجملك امام الناس. ما تصير تخطب الا وقد صار يشطبك هو حسنك، ولا يمكن ما بتقبلكش بنت عمك، هو الذي بيحسن صورتك امام الناس. عاد في ناس بيستسخروا من هذا المهن وبيقول لك هذا جزار وهذا مدري ايش وانا مدري ايش، مسميات قد عفى عليها الزمن ولا عاد الناس بيتكلم بها، الا بعض امراض النفوس والامراض الذي يعانوا من العنصريه المقيته. الى متى تظل نظره الناس انه والله يشوف هذا اللي بيسرقوا واللي بينهبوا واللي يتبلطجوا واللي يساروا خلاص بيعمروا ويبنوا هؤلاء حمر عين، هذا مفحوس، هذا قبيله عسير، هذا رجال ولو هو من حراء. لكن هؤلاء الذي بيشتغلوا بعرق جبينهم ومهن لا بيأذوا أحد وبيأكلوا القليل وبيأكلوا وبيخدموا الناس بمهنهم، يقول لك لا يعني مدري، وأحيانا يزيد مسميات عندنا مزين مدري أي جزار مدري، يعني بالله عليك
على اساس انه يوم القيامه وخلاص بيبدا يقول لك والله ارحم الراحم، بيقول دخلوا المشايخ والوجاهات والكذا الاولين، ولا الذي يدعي نفسه يقول لك انا سيد، قصده انه بيدخلوا هذا. ربما هؤلاء افضل واكرم عند الله من هؤلاء الذي بل القاب والذي بيسموا نفسهم مدري ايش. ولهذا اتمنى ان احنا تندثر هذه، ومن رايته يستحقر هذا المهن او يقلل من شان الناس ومن هذه الحرف استحقره هو، والنقص فيه هو مش في هؤلاء.